أهلا بيكم معايا. أنا سلوى وده بودكاست نقطة ومن أول السطر. حلقة النهاردة بعنوان البخل، صفة من أبشع الصفات اللي ممكن يتوصف بيها أي إنسان، ويمكن أبشعهم على الإطلاق. والغريبة إن الناس البخلة دول مش محتاجين، عندهم نعم كتير، بس للأسف بخلة. البخل مش في الماديات وبس، البخل في كل حاجة كل حاجة. ومع الزمن وتطور كل شيء حتى المفاهيم بقى المفهوم البخل معنى متطور شوية، والبخلة هم كمان اتطوروا. تخيل يكون في إمكانك تساعد حد محتاج أيا كان نوع المساعدة دي، بس بترفض أو بتتهرب من مساعدته بس لأنك بخيل. وتخيل لما يكون الحد ده قريب منك، انت مسؤول عنه، يعني واجبك انك تساعده، واجب مش اختيار، وبالرغم من كده برضه بتبخل عليه بالمساعدة لأنك بخيل. البخيل بيبخل بماله، بوقته، بمشاعره، بكلامه، بيبخل بكل حاجة. ومعظم البخلة دول عندهم قدر من الذكاء، ومع الوقت بيلاحظوا نظرة الناس ليهم وإحساسهم بيهم، وبيفهموا إن الناس شايفة بخلهم ده. كتير منهم ما بيهمهمش وبيعيشوا حياتهم ولا بيفرق معاهم لا إحساس ولا نظرة الناس، لا المقربين ولا الغرب. وساعات بعض منهم بيهتموا بالموضوع ده، نظرة الناس يعني، وبيحاولوا إنهم يداروا بخلهم بتصرفات عكس طبيعتهم تماما. يعني تتفاجئ بيهم مرة واحدة بيعملوا حاجات كان لا يمكن يعملوها وهم في حالتهم الطبيعية. وأحيانا بتلاقي النقيض تماما في التصرفات دي، يعني من بعد بخل شديد إسراف شديد برضه، وده بيكون الهدف منه إنكار فكرة إنهم بخل. نفسهم ولو مرة واحدة إنهم يشوفوا نظرة مختلفة من عيون اللي حواليهم، وده لو نيتهم طيبة. وساعات بيكون التناقض في تصرفاتهم ده الهدف منه إنهم يخدعوا اللي حواليهم، وده لأنهم برضو بخلة في تقدير قدرات وذكاء المحيطين بيهم، معتقدين إنهم يقدروا يخدعوا الناس ويشككوهم في نظرتهم ليهم ودفعهم لتقييمهم مرة تانية، نتيجة للتصرفات المتناقضة اللي بيعملوها من وقت للتاني. وهنا ذكائهم بيخونهم، حقيقتهم بتبان مهما طال الوقت. من قديم الأزل معروف نهاية البخل والبخلة، معروف إن محدش واخد منها حاجة، بس لسه في ناس مش عارفة الحقيقة دي. الناس دول خسرانين كل حاجة، ما بيقدروش يستمتعوا بأي شيء في حياتهم، ولا بيمتعوا اللي حواليهم، ولا بيسيبوا ذكرى طيبة حتى بعد رحيلهم. السؤال اللي عمري ما لقيت له إجابة، بيستفيدوا إيه؟ إيه المتعة اللي بيحسوا بيها وهم بيحرموا نفسهم واللي حواليهم من نعم ربنا أنعم عليهم بيها؟ ده لو هم بخلة وبس. أحيانا بتكون مع صفة البخل صفات تانية ما تقلش بشاعة عن البخل، زي الأنانية والطمع. وفي الحالة دي بيكون البخيل بخيل على اللي حواليه وبس، يعني بيستمتع على قد ما بيقدر لوحده، ما بيفكرش غير في نفسه. الطمع والأنانية والبخل من صفات شخصيته المميزة. إحساس مر قوي إنك تكون قريب من البخيل ده وشايفه، وأحيانا مجبر تتعامل معاه. بنسمع كتير عن ناس عاشوا وماتوا وسابوا أموال كتير، بس كانوا عايشين ومعيشين اللي حواليهم في ظروف صعبة جدا، كل همهم كان جمع الأموال وبس. مش قادرة أفهم إزاي كانوا بيفكروا. إيه المتعة في جمع أي حاجة لو مش هتساعدك وتستفيد بيها، والأجمل تسعد بيها غيرك وتفيده؟ يا ترى البخيل بيبقى مصدق وعارف إنه بخيل، ولا بيشوف إن تصرفه ده ليه أسباب منطقية، وإن كل اللي حواليه مش فاهمين، أغبياء، بيشوفهم مسرفين وما بيعرفوش قيمة الحاجة ولا بيقدروها ولا بيعملوا حساب للزمن؟ يا ترى بيبقى مصدق نفسه إنه صح، ولا عارف حقيقته ومخبيها عن نفسه
قبل الناس. يا ترى البخيل عمره ما سمع حكاية واحدة عن البخل ونهايته؟ يا ترى البخل بيبقى وراثة ولا خبرات صعبة مر بيها الإنسان في بداية حياته فكونت الشخصية دي؟ طيب يا ترى له علاج؟ أسئلة كتير قوي ما عنديش إجابة ليها، بس السؤال الوحيد اللي متأكدة من إجابته هو إنك مش ممكن تعيش مع الشخص البخيل طول العمر. مش ممكن. أحب قوي أعرف رأيكم في موضوع النهاردة، ولو في أي مقترحات تحبوا تقولوها لي. وشكرا. ونقطة ومن أول السطر. كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.